ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طويلة ولا لا؟ أطول آية يحفظها العامي ما يحفظ الآية. تقول أطول آية في كتاب الله آية الدين. من يقول هذه أطول آية؟ ما هي؟ آية الدين. الدين معروف ولا لا؟ إذا تداينتم بدين هذا أعطى وهذا أخذ، هذا دائن وهذا مدين. الدين عرفنا أطول آية ولا لا؟ ما هي؟ آية الدين. انطق بها ما تخاف. آية الدين. أو ما تعرف الدين ما هو؟ أهل السوق يعرفونه. لمن سميت آية الدين؟ لأنها خاصة بالتداين وطريقة الكتابة والإشهاد. عرفتم أطول آية ولا لا؟ أو ما عندكم فائدة في هذا الكلام لأنكم ما عرفتم. أنا أكشف عورتي لكم دائما. انتبهتم؟ رجاء أن تقتدوا بمن هو أكبر منكم. أنا اليوم تعلمت كلمة لا تساوي ريال. والله إني لشاعر بغبطة وفرح وصور عجب، وانفضحت وقلت حتى للطلاب انتبهتم؟ ما بذات قيمة. وأعجب لمن يستمع من النساء والرجال ويفهم مسألة وما يبالي. يعني إيش في هذا؟ لأننا مجذوبون إلى الطعام والشراب ما دام ما فيها ري ولا شبع ما هناك حاجة. ما هذه الكلمة يا راضي؟ أقرأ لبعض المؤلفين المعاصرين يكتب في النهاية وكتبه فلان، فأعجب نقول لما هذه الواو؟ نحن نكتب نقول كتبه فلان، لما ينهي التأليف يقول ألفه أو كتبه. هذه الواو لا معنى لها. وإذا بي يأتيني اليوم خطاب فيقول الكاتب قاله وكتبه فلان. الحمد لله عرفنا العطف على ماذا؟ قاله وكتبه. فهمتم ما أقول ولا لا؟ نحن تعودنا نكتب نقول كتبه فلان. جاء إخوان جدد يقولون وكتبه. ذي الواو لماذا؟ ما عرفنا لها معنى. فعثرنا اليوم على رسالة جاءت من أحد العلماء من الرياض قال قاله وكتبه فلان، فتبين أن كتبه من الجائز أن يكون ما قاله فقط نقله أو أملي عليه. قال كتبه، لكن إذا قلت وكتبه معناه قاله وكتبه. خذها يا أبا جميل، هذه رخيصة. المهم يجب أن نفرح بالعلم فرح كالطعام والشراب على الأقل. وكتبه. إذن عرفتم أطول آية في كتاب الله؟ والله ما هي؟ آية الدين. أنا بودي أن إخواننا العوام يفهمون ويحفظون، ما هو شرط يقرؤون ويكتبون كما يحفظون أحاديث المقهى والبيت والسوق. ما يحفظون ويعيدون الكلام ويتكلمون ويجادلون أيضا، أليس كذلك؟ إذن لما ما يقولون في هذا ويتكلمون؟ لو أجد عامية في الطريق نقول له من فضلك كم صورة في القرآن؟ قل لي 114 صورة. فين تعلمت؟ قال أنا كنت حاضر في الدرس. الله أكبر، هذا يعطى جائزة. ما هي أطول آية في كتاب ربنا؟ قال آية الدين. سبحان الله، فين عرفت هذا؟ قال أنا حضرت في الدرس. معقول ولا لا؟ والآن أسألكم ما هي أقصر آية في القرآن الكريم؟ أقصر آية تقابل أطول آية.
إنها قول الله تعالى من سورة الرحمن مدهامتان مدهامتان أي جنتان مدهامتان. فكلمة مدهامتان آية من كتاب الله. عرفتم أطول آية وأقصى آية ولا لا؟ ما هي أطول صورة وأقصى صورة؟ الحمد لله. العجائز يعرفنا أطول صورة في القرآن البقرة، فيها جزءان ونصف 5 أحزاب، وإلا لا؟ أقصى صورة سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقصى صورة تكتبها في سطر، وإلا لا؟ أطول صورة ما هي؟ البقرة. هذا علم وإلى جهل؟ علم. معناه أنك قرأت كتاب الله، وإلا لا؟ وعرفت أطول آية وأقصر آية وأطول صورة وأقصى صورة. الحمد لله. أترككم تستريحوا شوية. والآن كم آية في القرآن؟ كتاب الله كم آية؟ 6200 وكسر. منهم من يقول 24 36 إلى 40، وهذا مكتوب عندنا في التفسير. عندكم وإلا لا؟ نعم. آي القرآن كم آية فيه؟ 6200 وكسر. خلي الكسر ما بين 14 إلى 40. المهم عرفنا أن آية القرآن أو آيات القرآن 6000 آية و200 وزيادة. كم آية القرآن؟ 6200 وزيادة أو كسر. 6200 وكسر. لما قيل في الآية آية؟ ما معنى آية؟ قل آية العلامة الدالة على الشيء، تضع أعمدة في الطريق لتدل الماشي على الطريق. فالآية علامة على أي شيء؟ تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما وجه الدلالة؟ هذه الآية كلمات وإلا لا؟ من أنزلها؟ من قالها؟ من تكلم بها؟ الله. إذن الله موجود، الله عليم، الله حكيم، الله قديم، الله قدير، قل ما شئت من صفات الكمال. هذه الآية علامة على وجود الله وعلمه وقدرته وألوهيته وأنه لا إله إلا هو. علامة واضحة. لو ما كان الله موجود من أين يأتي كلامه؟ فيه غير موجود يتكلم؟ معقول عندكم وجود كلام بدون متكلم موجود؟ مستحيل. لا، مستحيل أن يوجد كلام بدون متكلم، أليس كذلك؟ فهذا الكلام كلام الله. من أين لنا أنه كلام الله؟ إذ لم يدعه إنس ولا جن ولا ملك وقال هذا كلامي، ولكن الله هو الذي قال كلامه. فهو دال على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته وأنه لا إله إلا هو، ودال على أن محمدا رسول الله. لو ما كان رسولا كيف يوحي إليه كلامه؟ كيف ينزل عليه آياه؟
لولا أنه رسوله. إذن فكل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن عندنا 6240 شاهد. الآية العلامة الدالة على شيء. يا فلان اذهب إلى فلان وقل له يعطيك 1000 ريال. وإذا سألك قالك ما آية ذلك، ما آية ذلك، قل لقاؤك معه في الدكان. أعطيت آية ولا لا؟ لي علامة. ما علامة ما تقول؟ أعطيه علامة تسمى آية وتسمى علامة. إذن عرفنا أطول آية ولا لا، وأقصر آية.